الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري، تقرأ على حضراتكم نانسي إبراهيم. سجلت محطة الشبكة القومية لرصد الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والإسكندرية، ولم يتلقى الهلال الأحمر المصري أي بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات حتى الآن جراء الهزة التي بلغت قوتها 5 درجات و4 من 10 على مقياس ريختر، وشعر بها سكان القاهرة والعديد من المحافظات. ولفت إلى تفعيل خطط الطوارئ في المدن التي شعرت بالهزة، وحث المواطنين على تجنب الاقتراب من المباني القديمة التي ظهر عليها تشققات. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاهتمام بالمشروعات اللوجستية ومختلف مشروعات النقل لتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي، بما في ذلك مع الدول العربية والإفريقية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير